السلام عليكم. واحده منكم بعتت لي وقالت لي جوزي عمره ما بيرضى ياكل من بره ابدا يا رحاب، لازم كل يوم اطبخ ولازم كل يوم انزل السوق، وكمان انا معايا 4 اطفال بسم الله ما شاء الله يا حبيبتي ربنا يحفظهم لك. حتى لو انا تعبانه او مش فاضيه ساعات بحس اني مش قادره اتحمل المسؤوليه دي لوحدي، خصوصا لما يرجع من الشغل تعبان ويلاقي الاكل طبعا مش جاهز. بصراحه الكلام ده يا بنات خلاني افكر قد ايه الستات فعلا بيتعبوا. البيت مش سهل خالص علينا ومفيش حد بياخد باله. المطبخ مسؤوليه كبيره ومفيش حد فاهم التعب اللي وراه اصلا. اوقات بحس ان اليوم كله عدى وانا ما عملتش اي حاجه وما عملتش حاجه كبيره، اللي هو العادي يعني، مجرد مقادير وطبخ. اللي انا بنصحها بيه بصراحه الحل الوسط، اللي هو ايه بقى؟ مش لازم يعني كل يوم يبقى في اكل تقيل او مجهود او تنزلي السوق. طب ايه رايك اما تنزلي السوق مره واحده في الاسبوع، مرتين يا ستي في الاسبوع عشان خاطر جوزك ما يزعلش. يعني مره مثلا تعملي اكل تقيل ماشي، وبعد كده يومين في الاسبوع ممكن نعمل اكل خفيف او نطلب حاجه جاهزه. ده يخليكي يعني مرتاحه شويه. باقي الايام بقى نهتم بالبيت بالاكل زي ما هو طالب. طب ايه رايك كمان مثلا تخلي رقم الخضري معاكي، رقم السوبر ماركت برضو معاكي؟ الحاجات دي بصراحه هتهون عليكي جدا جدا في الوقت، خصوصا انت بسم الله ما شاء الله معاكي اطفال محتاجين رعايه ومحتاجين مجهود منك. فانا حاسه بيك، يعني انا مثلا كرحاب معايا طفل واحد ربنا يبارك لي فيه، بس بصراحه مطلع عيني. اللي هو لا انا مش كل يوم هنزل السوق ومش كل شويه هنزل السوبر ماركت ومش كل شويه هنزل اجيب عيش، لا طبيعي ان انت هتنزلي، طبيعي انت ست البيت واكيد هتنزلي. بس الفكره ان انت مثلا لو معاكي ارقام الناس ديت ممكن حد يبعتولك ديليفري، يعني مش عيب ولا حرام، اللي هو عشان خاطر مثلا تمشي الدنيا، فاهمه؟ بس فبكده هيبقى ما عليكيش تعب زياده عن اللزوم، وكل حاجه ان شاء الله يعني هتبقى ماشيه بتوازن. المهم جدا ان الست تاخد وقت لنفسها، حتى نص ساعه يا ستي ربع ساعه مش مشكله، بس انت خدي الوقت ده بجد ليكي، هيفرق معاكي جدا. تشربي شاي، تقري حاجه بتحبيها، حتى يعني ترتاحي شويه من المطبخ. الست بجد يا جماعه لما بتبقى مرتاحه نفسيا هتقدر تعمل كل حاجه في البيت احسن، وهتحس ان المجهود بتاعها متقدر، يعني فاهميني؟ وبجد بجد الله يقويك يا حبيبتي، يعني اللهم بارك، 4 اطفال وبيت مسؤوليه كبيره قوي قوي. بس صدقيني بجد ربنا ما بيديش الواحد حاجه غير لما ربنا عارف ان الشخص ده قدها بجد، اللي هو لا انت قدها فانا هخليك تبقى في الحته الفلانيه، فاهماني؟ بجد يا حبيبتي ربنا يعينك ويقويكي. وطبعا برضو يا جماعه الراجل لازم يكون فاهم ان البيت مسؤوليه للاتنين، مش مسؤولية لشخص واحد، لا ده مسؤولية اتنين، مش ست واحدة بس. لو حس ان الست تعبانة يبقى يساعدها بالكلام الحلو او يعمل حاجة بسيطة تفرحها، مش مجرد ضغط عشان الاكل جاهز كل يوم، يعني فاهميني؟ انا حبيت بس اشارككم القصة دي، وانتوا كمان تقولوا لي لو كنتوا مكانها هتتصرفوا ازاي. هل معاكم افكار تانية تخلي الست مرتاحة وفي نفس الوقت الاكل يكون جاهز؟ يعني انا كمان يا جماعة رأيي حاجة تانية ومش عارفة هتوافقوني عليها ولا لا. يعني الراجل برضو المفروض يوم اجازته، المفروض بجد يوم اجازته يقوم كده يهون على مراته شويه. حبيبتي انت ايه ناقصك في الشقه، نعمله مع بعض. الشقه مثلا لو محتاجه تتمسح يبقى ايديه بايديها وايديها بايديه برضو، اللي هو يحس انه في مشاركه يا جماعه وتعاون في الحياه. ما تفضلش انت طول الاسبوع حبيبي في الشغل وتيجي يوم اجازتك برضو تزهقني اكتر. لا يا بابا قوم يا حبيبي خليك معايا يا سيدي، خرجنا انا والولاد، مش لازم تعمل معايا حاجه في الشقه، بس خرجني حسسني ان انا قدرني، يعني قدرني وقدر تعب الولاد، تعبي مع الولاد. لان هي بتقولي بسم الله ما شاء الله يعني الاطفال كلهم ما شاء الله يعني ورا بعض، فاهميني؟ يعني مثلا حد في ابتدائي، حد اصغر شويه، حد بيبي خالص، يعني هي حاجات لي بصراحه اكتر من كده. فبجد الله يقويكي والله يعين كل ام، وخصوصا اللي بتبقى لسه والده، اللي لسه والده دي طبعا قلبي معاكي والله، لاني جربت المرحله ديت بتبقى فيها توتر، فيها تعب اعصاب، فيها قله نوم او عدم نوم اصلا، مش قله نوم بس. الموضوع بصراحه كبير ومش سهل، بس اهم حاجه الحوار يا جماعه والتفاهم بين الزوجين. قولولي بقى ايه اكتر حاجه مثلا ممكن تحس انها محتاجه تتغير في العلاقه بينك وبين جوزك؟ وايه رايكم برضو في الحل اللي انا قلته؟ هل ينفع مع كل البيوت ولا بيوت وبيوت؟ يا رب تكون القصه دي عجبتكم، او البنت او المدام القمر اللي بعتت لي قالت لي هشوف برضو تعليقات الناس عندك. وقولوا لي برضو يا جماعه تفتكروا الحل الوسط افضل ولا لازم كل يوم اكل جاهز؟ وبرضو قوليلي جربتي موقف مشابه قبل كده للموقف ده ولا لا؟ يلا يا جماعة شاركونا كده بتجربتكم، والبنوتة كمان مستنية رأيكم في التعليقات. وعرفوني يا جماعة حلوة فكرة الفيديوهات ديت، ان انا مثلا اشوف مشاكل البنوتات اللي بتبعتلي واحكيها لكم ولا لا. صلوا على النبي. بس انا بصراحة شايفة ان احنا بنتعلم من اخطاء بعض.